السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة اقتصادية وبنينة. الوصفة هي لي باركات، الحشو تاعها والعجينة تاعها بلا بيض. اول حاجة نجيب طاس نحط فيها 2 ملاعق كبار تاع لا مارغرين، يعني ما يعادل 125 غرام. نضيف عليهم نصف كأس زيت وثاني نصف كأس حليب. الكأس اللي كيلت به هو الكأس تاع لاتاي، كأس عادي، يعني حطيت نصف كأس زيت ونصف كأس حليب. نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة تاع ملح، ونزيد ملعقة صغيرة سكر. نجيب البرا ميكسر تاعي ونبدا نخلط بالخليط مليح. تقدروا تخلطوا الخليط تاعكم بالباتور ولا بالاشوار ولا بالميكسر، يعني لكم الاختيار حتى نتحصل على هذا القوام. لازم يكون قوام كريمي كيما المايونيز. شوفوا الشكل تاعه كيفاش داير، لازم يكون القوام تاعه كريمي بهذا الشكل. لازم الزبده تذوب وتخلط مع الزيت والحليب حتى يولي الشكل تاعها كيما القوام تاع المايونيز. ومن بعدها نحطها في بول ونزيد عليها ملعقة كبيرة تاع خل. هنايا الخل يستعمل كمادة حافظة، يعني باش نقدروا نحتفظوا بلي باركات تاعنا مدة طويلة. ونبدي نضيف في الفارينة. لازم الفارينة نضيفوها بالتدريج، نبقى نخلط بسباتولا كيما راكم تشوفوا حتى تدخل الفارينة في الخليط تاعنا تاع الزبدة. وكي نشوفوها بلي محتاجين نزيدوا لها زبدة، عفوا فارينة، نزيدوا. ضفت نص ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، ولازم نبقى نخلط مليح بسباتولا حتى يتخلط الخليط. وكنحسه باللي خصها الفارينة نضيف، يعني الفارينة نضيفوها بالتدريج باش ما نقصحوش العجينة. البداية كنت نستعمل سباتولا باش نخلط العجينة، ومن بعدها دخلت يدي باش نتحسس القوام تاع العجينة ونعرف وقتاش وصلت القوام تاع العجينة اللي راني محتاجاته. كمل لم العجينة تاعي. في الاخير هذا هو شكل العجينه وهذا هو القوام تاعها. شوفوا شحال طريه. هذه هي العجينه اللي نحتاجها. جبت لي مول تاع لي باركات تاعي اللي نحتاجهم وبديت نحشي في العجينه تاعي. لازم نلبس هاد لي مول مليح بالعجينه. انا استعمل هكذا هاد الطريقه. كاين اللي يحل العجينه تاعه بالورق ومن بعدها يحطها فوق لي مول، يعني كل واحد وطريقته. انا نستعمل هاد الطريقه. لازم كي نبقى نحل في العجينه تاعي نبازي على الجوانب. لازم نلصقهم مليح، ندخلهم كما نقولوا في القنوطه، ندخل مليح هذوك العجينه. نستعمل السبابه تاعي كما تشوفوا هكذا باش ندخلها مليح في الجوانب. في نفس الوقت نستعمل الابهام باش نضغط على الحافه تاع المول كما راكم تشوفوا باش الشكل من الفوق يجي متحوف كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. يعني نستعمل السبابه والابهام ونبقى نضغط. ومن بعد نجيب فاشيطه ونثقب الحبه تاع الباركات بهذا الشكل. لازم نثقبها بكل الجوانب. عاود لبست العجينه للمول الثاني، يعني بنفس الطريقه. حاجه سهله. وكي كملت تحضير لي باركات تاوعي دخلتهم يطيبوا في فرن يكون مسخن مسبقا. وكي يطيبوا نخرجوهم من الفرن. هذا هو الشكل تاعهم بعد ما طابوا. خرجتهم من الفرن. راح يجونا ساهلين باش نحيوهم من القوالب. يعني نتوما الا خفتوا من القوالب تاعكم يلصقوا لكم دهنوهم بشويه تاع لا مارغرين. انا القوالب تاعي ما يلصقوش. وهنايا نروح نوجد الحشو تاعي، الحشو تاع هاد لي باركات. جبت الكسرونه تاعي وحطيت بها القليل من الزيت وضفت عليها 2 حبات تاع بصل الحجم تاعهم متوسط. قطعتهم مربعات وحطيتهم في الزيت يتقلاو.
نخلي البصل يتقلى على نار متوسطة. لازم يتقلى وياخذ اللون الذهبي. من بعد حطيت عليه الفيونداشي، خليته حتى هو يتقلى معاه. كي بدا البصل ياخذ اللون الذهبي حطيت الفيونداشي وقليته، وزدت عليهم هنا شويه ملح شويه فلفل اسود، تقدروا تضيفوا الثوم. نخلطهم مليح مع بعضياتهم حتى يتقلاو لي مع بعض. ودرت هنا ملعقتين تاع جبن طاري وشويه تاع فرماج رابي. يعني الحشو اختياري، انا نستعمل هاد الحشو تاع لي باركات يجي بنين. وتقدروا تضيفوا هنايا بعد ما يذوبكم الفرماج تقدروا تضيفوا حبه بيض. يعني اخترت انا هاد الباركات تاوعي يكونوا بلا بيض. كاين بزاف ناس يعانيوا عندهم حساسيه من البيض. يعني هاد الحشو وهاد العجينه مناسبين ليهم. زدت هنا القليل من الحليب، ضفت القليل من الحليب فقط. يعني اكتفيت فقط بالحليب. نتوما تقدروا تضيفوا بعد ما تخلطوا ويذوب لكم الفرماج وتطفيو عليه تقدروا تضيفوا حبه بيض. الحشو اكيد يبقى اختياري، والبيض اكيد راح يعطيه ذوق شباب، ولكن انا فضلت كما قلت لكم باش تكون الوصفه بلا بيض. بديت نعمر لي باركات تاوعي. كمل كامل حبات لي باركات تاوعي نعمرهم بهاد لافورس وندخلهم يطيبوا في فرن يكون مسخن مسبقا. يعني ما حش نخليهم بزاف الحشو طايب ولي باركات طايبين، فقط يتقراتينا وهذوك لي باركات ونخرجوهم. وهذا هو الشكل النهائي تاعهم. يعني وصفة سهلة وخفيفة. ما تنسوش تحطوا لي جيم لا فيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. سلام.